السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ شايفين صينية البطاطس وجمالها ولا ريحتها وطعمها حكاية؟ جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. تعالوا اقول لكم انا عملتها ازاي. جبت صينية، حطيت معلقتين من السمنة، سبتهم ان هما يسخنوا. هنزل بالفراخ بتاعتي وهسيبها ان هي تتحمر على نار عالية. ما توطيش النار عشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. رصيت الفراخ بتاعتي بالشكل دوت، هسيبها ان هي تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. هجيب بصلايه هقطعها شرايح، هنزل بيها على الفراخ. هبدأ اجيب البهارات وهنزل بالبهارات بتاعتي، خلطة ال11 بهار. هنزل بكيس بتخلي طعم صينية البطاطس والفراخ تحفة. فلفل اسمر، بابريكا، وملح، معلقة حلوة كده من الملح، وربع معلقة من القرفة، بتخلي طعم الفراخ في حتة تانية. هقلب الفراخ مع البصل مع البهارات عشان يطعموا كلهم من بعضهم. هجيب قرن فلفل حامي او بارد وهنزل بيهم على صينية الفراخ. وهبدأ ان انا اجيب لتر من الطماطم معصور وهنزل بيه. اقلبهم بقى كلهم كويس مع بعضهم كده عشان البهارات تتشرب من الطماطم والفراخ. هبدأ اسيبهم بقى ياخدوا غلوتين عقبال ما اقشر البطاطس واقطعها. قشرت البطاطس وقطعتها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، انا مش عايزاها ولا تخينه ولا رفيعه. كانت الفراخ غلت معايا، هجيب البطاطس بتاعتي وانزل بيها على الفراخ. ابدا ان انا ارصها واحرك الفراخ وادخل البطاطس تحت واطلع الفراخ فوق، وازودها كوبايه من الماء المغليه واسيبها ان هي تستوي. اغطيها واسيبها ان هي تستوي. كده كانت استوت معايا بالشكل، ولا ريحتها بقى تحفه قلب البيت. اطفي عليها وادخلها الفرن تاخد وش بالشكل الجميل القمر ده، واطلعها على طول. وبألف هنا وشفا. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه.